عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اول شيء نبغي نشكر كاع الناس الجدد اللي انضموا لقناتي، وما ننساش الناس القدام. بالنسبه للفيديو الاخير لقى تفاعل كبير ما شاء الله، بزاف ديال المشتركين اللي دخلوا للقناه، وحتى التعليقات كانوا ما شاء الله كلهم ايجابيين. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم، لهلا يخطيكم. اليوم في هذا الفيديو هذه كيف ما وعدتكم الفيديو السابق غادي نشارك معكم طلعه محمره في الفران، وكيف ما طلبتوا مني غادي نشارك معكم الزيتون المشرمل اللي كنشرملو في الدار. كيجي رائع بتتبيله رائعه. اول شيء بالنسبه للضلعه كيف ما كتشوفوا معايا هنايا كنفتحها من هذا الجانب هذا باش كندخل لها الشرموله، وكنتقبها بالسكين كيف ما كتشوفوا من جميع الجوانب باش فاش كتشرمل كتشرب ديك الشرموله. بالنسبه للشرموله اللي غادي نحضر كنحتاج الحامض. عندي عصير ديال الحامض هنايا، واحد نصب حامضه كبيره اللي عصرتها. عندي الثوم محكوك، معلقه صغيره ديال السمن الحار، وعندي واحد 2 معالق كبار ديال الزبده. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو الملح، الفلفل الاسود، الفلفل الاحمر، الخرقوم البلدي، زريعه القزبر والكمون. بالنسبه للطريقه كناخذ واحد الانيه كنوضع فيها هنايا كيف ما كتشوف معايا الزبده، انا كندوبها. كاين اللي كيستعملها هكاك، ولكن فاش كتذوبوها كتجي سهله، كتجمع لنا الشرموله بسهوله، وحتى فاش كتشرملوا الضلعه كتجي سهله. هنايا ضفت عليها الثوم المحكوك، العصير ديال الحامض، وكذلك السمن. كنضيف التوابل. بالنسبه للتوابل هنايا الملح كيبقى على حسب الذوق، وكيف ما كتعرفوا دائما الطلعه كنرافقوها مع الملح والكمون. على هذا الشيء يعني حتى يعني الا ما كثرتوش راه في الاخر كتضيفوا عليه كيجي لذيذ. بالنسبه للتوابل كيف ما سبق وذكرت معكم كنضيف الفلفل الاسود، الفلفل الاحمر، الخرقوم البلدي، شويه ديال سكينجبير، والزريعه ديال القزبر فقط. والكمون عفوا. بالنسبه للكمون ما كنكثروش باش ما كيعطيناش المروره. وصافي هادشي اللي كندير في التوابل، كنخلطها مزيان حتى كينسجموا لي العناصر مع بعضهم. بالنسبه لهاد الشرموله البنات راه كتجي لذيذه بزاف، سورتو هذاك الحامض كيحيد داك الزفوره ديال اللحم ديال الغنمي والثوم حتى هو. كاين اللي كيحشي فصوص ديال الثوم في هذيك التقيبات اللي كيوضعوهم في الكتف، ولكن بعد فاش كتاكلوا اللحم كيطيحوا دوك المرصويات ديال الثوم ما كيجيوش زوينين. علاش انا كنفضله يكون محكوك هكا كيجي حسن. كيف ما كتشوفوا معايا الشرموله كتجي رائعه، كتجي عاقده، واحد الريحه كتطلع منها رائعه. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا كنشرملها من جميع الجوانب، وضروري ما تعملوا هاد الفتحه هكا سورتو في هاد الجهه ديال الكتف كيكون فيها اللحم غليظ باش كيطيب لنا مزيان، وحتى ديك الشرموله كتدخل فيه. هنايا كنشرملو كيف ما كتشوفوا معايا من جميع الجوانب حتى كنقلبوا من الجهه الاخرى، وحتى هاد الجهه كنعمل فيها ثقب باش كيدخل فيها ديك الشرموله وكيتشربها، كيجي لذيذ بزاف. بعد ما ساليت لها الشرموله غادي نخليها تبات ليله كامله في الشرموله. هنايا خديت مباشره الصني اللي غادي ندخلو للفران، وضعت من فوقه البابي الومنيوم وورق الطبخ، وكنوضع الضلعه من فوق ورق الطبخ. كنرجع مره اخرى كنوضع عليها ورق الطبخ، وكنجمع هذوك كنغلفها بهذوك الجوانب ديال البابي الومنيوم. الصراحه الفيديو راه شرح نفسه بنفسه. كنغلفها مزيان حتى ما كتبقاش تبان داك اللحم باش هكا ياخذ حقه في الطياب وما ينشفناش منين يكون في الفران. ضروري ما نغطيوه مزيان بالبابي الومنيوم. وانا هنايا غادي نخليها تبات ليله كامله هكا في الثلاجه، كتشرب ديك الشرموله وكتجي لذيذه. راه شحال ما اي لحم شحال ما تشرب الشرموله شحال ما كيجي لذيذ وكيجي طري. انا حتى القطبان رجعت كندير فيهم الحامض، وهكا الكتف كيجي رائع. جربوها البنات ما غاديش تندموا عليه. وهنايا من بعد ما بات اللحم ليله كامله في الشرموله، هنايا غادي نطيبو. بالنسبه للطياب حتى هو ضروري باش يجيكم اللحم طري، والسر باش كيجي لذيذ وكيجي طري بحال اللي مفور. كديروا واحد الانيه كيكون فيها الماء، وكديروها في الفران كيف ما كتشوف معايا على هاد الطريقه. كنديرها من التحت وكنخلي اللحم كيطيب. كتجي بحال الا راه مفور اللحم، يعني في نفس الوقت هو طيب في الفران وفي نفس الوقت كيتبخر. كيجي رائع وكيجي طري بزاف بهاد الطريقه هذه. بالنسبه للفران استعملته كيطيب من الفوق ومن التحت على درجه حراره 200 درجه، وكنخليه يطيب على خاطره. بالنسبه اللي عنده الفران ديال الغاز كتنقصوا على النار وكتخليوه يطيب على خاطره. بالنسبه لطريقه
الزيتون المشرمل كيجي رائع البنات بهاد الشرموله، وشي حاجه اللي كتصبوها على يديكم كتكون دائما لذيذه. هنايا عندي الزيتون، غادي نحتاجو معاه الحامض مصير، عندي كذلك فصوص تاع الثوم محكوكه والكورنيشون، وعندي كذلك القزبر والمعدنوس. بالنسبه للتوابل عندي الفلفل الاحمر، الخرقوم البلدي، زريعه القزبر وشويه ديال الكمون والزعتر. كذلك غادي نستعمل زيت الزيتون المنسمه، راه سبق لي وشاركت معكم في بزاف ديال الوصفات كتجي رائعه في الشرمولات ديال اللحوم، في اي حاجه كتستعملوها كتجي لذيذه بزاف. بالنسبه لهاد زيت الزيتون فيها ورقه سيدنا موسى، فيها الثوم، فيها الزعتر، فيها الزريعه ديال الموتارد، مهم فيها بزاف ديال الحوايج كتجي لذيذه بزاف، راه سبق لي وشاركتها معكم في القناه. وبالنسبه للزيتون كنستعمل هذا ديال اليونان، كيكون رائع البنات، كتجيبو مره ليدل، دائما كناخذ منه، كيجي لذيذ بزاف. بالنسبه للطريقه كناخذوا واحد الانيه اللي كنوضعوا فيها التوابل. بالنسبه للتوابل كما سبق وقلت لكم كيبقاو على حسب الذوق ديالكم، على حسب الكميه ديال الزيتون اللي غادي تستعملوها. بالنسبه للخرقوم كيف ما كتعرفوا راه عنده فوائد كثيره، زريعه القزبر كذلك، الزعتر، يعني اي حاجه كتستعملوها، الكمون اي حاجه كتستعملوها يعني ما فيهاش ضرر، اي حاجه كتبغيوها يعني على حسب الذوق ديالكم تقدروا تضيفوها. هنايا كيف ما شفتوا معايا درت الثوم، القزبر والمعدنوس، وكذلك الكورنيشون ضفته. وبالنسبه للحامض المصير هنايا خديت اللب، قطعته مزيان، وهذوك المرصويات ديال القشور ديالو قطعتهم حتى هما صغار، وكنضيف زيت الزيتون. بالنسبه هنايا زيت الزيتون غادي نضيف انايا القليل فقط، لان غادي نستعمله مباشره، وعارفه بلي غادي نتكل يعني ما غاديش يبقى لي بزاف. اما الا كنتو غادي تستعمل يعني كتخبعوه وكيبقى لكم مده طويله، ضروري ما تغرقوه في زيت الزيتون باش ما يغمل لكمش، ما كيتصوفش. وضفت هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الهريسه، راه نسيتها ما ذكرتهاش معكم في المقادير، يعني كتبقى على حسب الذوق، اللي كيبغي الحار تقدروا تستغناو عليها. وكذلك تقدروا تضيفوا حتى الموتارد كيجي زوين حتى هو، غير انا عندي في زيت الزيتون المنسمه يعني اكتفيت فقط به. وكنخلط العناصر مع بعضهم حتى كينسجموا لي مع بعض، عاد كنضيف الزيتون. بالنسبه للزيتون كنصفيه من داك الماء ديالو، كنخليه يستقطر تماما، يعني كنغسلو كنخليه يستقطر مزيان من داك الماء، وكنضيفه على الشرموله، كنشرمل مزيان حتى كيدخل له ديك الشرموله مزيان. وكيف ما قلت لكم يعني الا كنتو غادي تحتفظوا به مده اطول، راه ضروري ما تغرقوه في زيت الزيتون باش ما كيغمل لكمش ويصوف. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي رائع وسهل في التحضير ديالو. بالنسبه لهاد الزيتون بنات اوروبا اللي عندهم في الليدل راه كتجيبوا شي 2 مرات او 3 في العام، كيجي من اليونان، رائع البنات، كيكون بحال الزيتون الطري وكيكون قاصح وشاد راسو، والمذاق ديالو رائع، كيجي زوين بزاف مشرمل، ولا حتى في الاكلات مع الدجاج ولا كيجي رائع. وبالنسبه للمقبلات اللي غادي نرافقهم مع الكتف المشوي، غادي نحضر الفلفل وزعلوك ديال الدنجال وزعلوك ديال الجزر. وبالنسبه للزيتون راه حضرته معاكم. بالنسبه لزعلوك ديال الجزر سبق لي وشاركته معاكم، كنستعمل هذا الجزر البيو كيكون رائع ديال اليد حتى هو، وراه سبق لي وشاركته معاكم في الوصفه ديال الطنجيه، كيجي رائع، اللي كيذوقوا عندي كيعجبوا هاد السألوك ديال الجزر. انايا بالنسبه للفلفل والدنجان غادي نوضعهم يتشواو في الفران. هنايا من بعد ما غسلتهم ونشفتهم كندهنهم بالزيت من جميع الجوانب كيف ما كتشوفوا معايا، هي راه شحال ما كيتشواو سواء على الفحم ولا على النار كيجيو زوينين، ولكن الواحد فاش كيكون مشغول يعني هاد الطريقه كتكون اسهل. غادي نشويهم في الفران. بالنسبه للطريقه ديال التحضير ديالهم راه سبق لي وشاركتها معكم في القناه، اللي مهتم يشوف الفيديوهات. وهنايا بالنسبه للضلعه راها طابت صافي، حليت عليها البابي الومنيوم وغادي نخليها تحمر. بالنسبه للمده اللي استغرقتها لي ديال الطياب هي 2 سوايع فقط اللي استغرقتها، لان اللحم طري في الساعه كيطيب. مهم نتوما كيبقى على حسب اللحم اللي عندكم، كتبقاو كتقلبوه حتى كتشوفوه طاب، عاد كتحلوه وكتخليوه يتحمر. هذا هو
هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما تحمرت. كيف ما كتشوفوا كتجي مقرمشه، كتجي لذيذه من الفوق وحتى كطيب، يعني كتجي طريه بهذه الطريقه هذه. هنايا كيف ما شفتوا معايا رافقتها بالمقبلات اللي حضرتهم ديال الفلفل الجزر والدنجان، وكذلك البطاطا اللي حضرتها حتى هي سوطيتها، والزيتون اللي شرملته، الملحه والكمون والفرomاج والكورنيشون والمطيشه اللي شويتها في الفران حتى هي كتعطيها واحد المنظر رائع للطبق ديالنا. هذا هو كان الوصفه اليوم اللي شاركتها معكم اليوم ديال الضلعه في الفران والزيتون مشرمل عفوا. جربوهم راه كيجيو رائعين. نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تنال اعجابكم، الى عجبتكم اكيد ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.